السلام عليكم، مرحبا بكم عند لاله مولاتي في فيديو جديد ووصفه جديده. كنتمنى نلقاكم بصحه جيده. اليوم غادي نوجدوا اللاطه ديال السمك السردين بالخضر في الفران، كيجي لذيذ وبنين. واللي ما كياكلش السردين من بعد هذا الفيديو غادي يبدل الراي ديالو. يلا ندوزو لطريقه التحضير. كنحتاجو كميه من السردين هنا عندي نص كيلو. كنغسلوه مزيان، كنحيدو له السنسول وكنحيدو له داك الشوك اللي كيكون في الظهر ديالو، وكنحيدو له حتى البشور. عندنا في المكونات فلفله ونص حامضه، حبه ديال البطاطا كبيره، 3 د الحبات المطيشه ومعلقه ديال مطيشه د الحك اختياريه، 2 حبات ديال البصله و3 ديال ورق سيدنا موسى. وهنا عندي 2 معالق مخلطين ما بين القزبر ومعدنوس و2 حبات ديال الثومه. في العطريه كنحتاجو معلقه ديال الفلفله حمراء، نص معلقه ديال الابزار، معلقه ديال الكمون، معلقه ديال الملحه ومعلقه ديال الخرقوم. ندوزو نوجدو شرمولة الحوت. عندنا نص كاس ديال الحامضه، هذيك نص حامضه عصرناها، و2 معالق ديال القزبر ومعدنوس كما قلت لكم مخلطين. وهذيك الثومه كنكونوا حكيناها في الحكاكه الرقيقه اولا المواسطه، ماشي مشكل. كنخلطو كنديرو داك القزبر ومعدنوس مع داك الحامض، وكنزيدو العطريه ديالنا. نسيت ما قلت لكمش قبيله، راه ماشي معلقه كبيره، راه غير معلقه صغيره من كل حاجه، حيت عندنا غير نص كيلو ديال السردين. اللي بغى يضاعف الكميه ضاعفها، ماشي مشكل. فاش ضاعفوا الكميه ديال السردين ضاعفوا حتى المقادير. هنا درت شويه ديال الحار اختياري، انا ما درتش بزاف حيت ما كيعجبنيش، نتوما يمكن لكم تزيدوا الكميه. وهنا كندير 2 معالق ديال الزيت، اما زيت بلديه ولا زيت نباتيه، او لا يمكن لك تخلطوا بيناتهم، ولكن من الاحسن نخلطوا بيناتهم الا ما كانش عندنا زيت البلديه بوحديتها. ومن بعد كنوليو كنخلطوا مع هاد الشرموله ديالنا، كنحاولوا نجانسوا المكونات مع بعضها كما كتشوفوا، وكنحاولوا نذوبوا داك العطريه في داك الزيت وفي داك الحامض. والحامض راه يمكن لكم تزيدوا الكميه، ولكن من الاحسن ديروا غير نص حامضه، حيت عندنا كما قلت لكم غير نص كيلو. كنزيدوا في هذه المرحله 3 المعالق ديال الماء باش كتخفف لينا داك الشرموله، وباش ما كتبقاش عاقده، وحيت غنقصوا منها واحد الكميه. وهذيك الكميه حتى من بعد نقول لكم شنو غادي نديروا بها. كنقصوا منها غير 2 معالق كافيين. كنجيبوا السردين ديالنا وكنجيبوا شي طبيصيل باش فاش نشرملوه نحطوه في داك الطبسيل. كنبداو نشرملوه حبه بحبه كما كتشوفوا معنا في الفيديو، وكنحاولوا نديروا في الوسط شي شويه ديال القزبر ومعدنوس والثومه. اللي شرملناها كنحطوها في داك الطبيصيل كما كتشوفوا معنا. وراه يمكن لكم الا كانت عندكم كميه كبيره يمكن لكم ديروا وحده مع وحده، يعني تلاصقوهم وتحطوهم. وبالنسبه لهذا شرموله، راه شحال ما بقى فيها الحوت مزيان، نص ساعه، مهم فوق نص ساعه، نص ساعه، ساعه، ساعتين، شحال ما بقى راه الحوت كيجي بنين وكتدخل فيه داك الشرموله. كنبقاو نشرمل في الحوت ديالنا حتى كنساليو الكميه كامله. وهذيك الشرموله اللي كتبقى هانتوما غتشوفوا معنا في الفيديو، راه ما كنلوحوهاش، يعني هذيك شرموله كنوليو نحطوها فوق السردين باش كيزيد يبنان، وما كنضيعوهاش في نفس الوقت. حتى تعطيوني التقييم ديالكم في لي كومونتير على هاد الشرميله. كنجيبوا واحد الكسرونه كنضعوا فيها كميه من الماء، وكنجيبوا داك الحبه ديال البطاطا وكنبقاو نقطعوها دويورات، كتكون مواسطه في الحجم ديالها. يمكن لكم ديروا في هذه المرحله، انا درت غير البطاطا، يمكن لكم ديروا حتى خيزو، يعني اللي متوفر، والخضره اللي بغيتو، القرعه، اي حاجه كتبغيوها. انا درت فقط غير البطاطا. كنقطعوها كما قلت لكم متوسطه الحجم باش ما كتاخذلناش وقت كبير في الطياب في الفران.
ومن بعد كنزيدو واحد المعلقه صغيره اولا غير نص معلقه ديال الملحه. وكنديروها فوق البوطه على نار مجهده وكنحسبوا لها 10 ديال الدقائق بحال اللي كنديروا لها نص طيابه. كنجيبوا داك الشرموله اللي نقصناها من قبل وكنحطوها في شي اناء وكنزيدوا لها حبه ديال الطماطم. كانوا عندنا 3 د الحبات غنستعملوا غير حبه وحده ومعلقه ديال مطيشه الحك. مطيشه الحك غير اختياريه، الا عندكم استعملوها، الا ما عندكمش ما تستعملوهاش. وكنحاولوا نجانسوا داك المكونات مع بعضها بحال اللي كنحاولوا هذيك مطيشه الحك ندوبوها في داك لاصوص. وهاد لاصوص هذه هي اللي غادي نديرو في الخضيره من فوق الخضيره ديالنا، راه كتجي بنينه ولذيذه ما تشبعوش منها. هنا كيكونوا جميع المكونات وجدوا لينا. كناخذوا واحد اللاطه ديال الفران، اي لاطه. انا استعملت هاد المول ديال الزاج. كدهنوها بشويه الزيت، ماشي ضروري ولكن انا دهنتها بشويه الزيت على حسب. الا كنتو غادي تنشفوا اللاطه ديالكم من الماء ما يبقاش فيها كاع داك الماء باش ما تلصقش ليكم. كنجيبوا بصله ديالنا من بعد ما كنكونوا قطعناها دويورات وكتكون رقيقه باش كطيب لينا، وكنبقاو نستفوها في اللاطه كما كتشوفوا معنا في الفيديو. ودائما الخضره اللي كتاخذ لينا وقت كنديروها فوق البصله، كنديروها لتحت في اللاطه، لتحت ديال اللاطه باش كطيب دغيا. وفي هذه المرحله الا كنتو غديروا شي خضيره مثلا خيزو حتى هو راه كديروا له نص سلقه وكديروه فوق البصله. وهنا كنجيبوا داك البطاطا من بعد ما طابت لينا 10 ديال الدقائق كنصفيوها وكنبقاو نصفوها حتى هي في اللاطه نتاعنا كما كتلاحظوا معنا. كناخذوا 2 حبات ديال المطيشه، وحده كنقطعوها دويورات وكنديروها فوق البطاطا، وحده كنخليوها للتسيين كنقطعوها بالطريقه اللي بغينا. كنزيدوا داك لاصوص فوق ديك الخضره باش داك الخضره كتشرب لينا داك لاصوص مزيان وكتجي بنينه ولذيذه، وكتجينا من السما بداك شرموله ديال الحوت وداك لاصوص. هنا كنديروا السردين نتاعنا. انا درته بشكل طولي كما سبق لي قلت لكم، يمكن لكم ديروا وحده مع وحده كما كنوريكم دابا، وكتنزلوهم الا كان عندكم كميه كثيره. ومن الاحسن فاش تجيو تاخذوا السردين خذوا داك المواسط كيجي حسن وكيجي بنين. انا ما لقيتش داك المواسط ولكن حتى هذا جا رائع الصراحه. زينت اللاطه ديالي بفلفله اللي قطعتها دوائر، ويمكن لكم ديروا اي فلفله عندكم الحمراء او الصفراء اللي متوفر. وهنا داك ورقه سيدنا موسى كنحطوهم في الجنيب ومن الفوق، اولا يمكن لكم ديروهم من التحت مع الخضره ماشي مشكل، هما راه كيطلقوا النسنه ديالهم فيما نزلناهم. كنجيبوا داك الشرموله اللي بقات لينا من الحوت وكنحاولوا داك الحبه ديال المطيشه ندخلوها في داك الشرموله باش كتجينا حتى هي بنينه. وبالنسبه للحوت راه خليته ساعتين، يمكن لكم تخليوه ساعه نص ساعه، ولكن كل ما كما قلت لكم قبل كل ما خليتوه اكثر كل ما كيجي بنين اكثر. كنكون وصلنا لنهايه الوصفه. اللاطه ديالنا كندخلوها للفران ساعه على نار مهيله، وإلا بغيتوها تزيد تشحر لكم مزيان اولا ما يبقاش فيها الماء كتزيدوها واحد ربع ساعه. وفاش كتخرج كنزينوها بشويه ديال المعدنوس وطريفات ديال الحامض. بالصحه والراحه. كنتمنى الوصفه ديالنا تكون نالت اعجابكم، وصدقوني راه كتستحق التجربه. شهيه طيبه، ونتلاقاو في فيديو جديد.